مسلسل الشجاع تتخذ الأحداث منحى مختلفا تماما، ما يدخلنا في صدمة كبيرة. مع ازدياد قسوة يوسف يدرك أن مراد هو السبب وراء وصوله إلى هذه المرحلة منذ البداية، فيبدأ باتخاذ قرارات لا رجعة فيها. نشاهد خطط يوسف تتطور خطوة بخطوة، وهو يحاول غزو الحصن من الداخل. خلال هذه الفترة تتعمق علاقته بديلا أيضا. مع ازدياد قوة علاقتهما يعامل يوسف ديلا لعلمه ببراءتها ونقائها بحساسية أكبر. هذا التقارب ينذر باحتمالية نشوء قصة حب عظيمة. بعد الضربات التي تلقاها من جيهان يبدأ سارب تدريجيا في كشف حقيقة يوسف، وخاصة حقيقة أن الذهب بحوزة يوسف يتيح لها هذا الوضع التفوق باستمرار على سارب. يمهد هذا الطريق لحرب طاحنة بينهما. كعادتها تقترب حزان من ديلان لمحاولة الحصول على معلومات عن يوسف. على الرغم من أن معرفة سارب بهذه العلاقة تسبب مشكلة كبيرة لديلا، إلا أن ذلك لا يعني أنهما سيتخليان عن بعضهما. بخصوص الشخصية الإيرانية، رغم توضيح الأمر سابقا فقد تم تأجيله مؤقتا نظرا لردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي. مع ذلك ستكشف في الحلقات اللاحقة أن ميرا ستكون متورطة بقوة في القصة، وأنها لعبت دورا محوريا في وصول يوسف إلى هذه المرحلة. من أبرز لحظات الحلقة رؤية يوسف المراد في تلك الحالة. سيزعزع هذا المشهد يوسف بشدة، وسيغير مسار القصة تماما. سيؤدي هذا إلى قرارات ستغير مجرى الأمور. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقطع. فضلا لا تنسى لايك للمقطع مع الاشتراك في القناة. ودمتم سالمين، نراكم على فيديو جديد.